تأقول أول شيء آكيتو بريخو للشعب السرياني الآشوري البابلي بمناسبة الآكيتو. نحن عم ننتظر هذا اليوم من كل سنة عشان نحتفل فيه. الآكيتو هو بالنسبة لنا هو عيد التجدد وبداية الحياة الجديدة بالنسبة لها كمسمى عيد الآكيتو. الآكيتو إلنا مانو بس عيد، الآكيتو هو إثبات وجود للهوية والثقافة والقومية السريانية الآشورية البابلية. هو إثبات نقل التراث والأعراق القديمة اللي أخذناها من أجدادنا وعطونا إياها، وهلا نحن عم نحتفل فين وعم ننقلن للأجيال القادمة. تاريخ الآكيتو بيعود تاريخ الآكيتو اللي هو يعتبر من أقدم الأعياد الموجودة في تاريخ البشرية. بينتشر في بلاد ما بين النهرين. بيعود هاي السنة عم نحتفل بالعيد 6776 فيه. عيد الآكيتو هو تناقلوه الحضارات والعراقات القديمة الموجودة من سريان، آشورية، بابلية، كل منطقة كانت تحتفل فيه، وكانت تنقل هذا التراث للأجيال القادمة. فكانت تنقله من خلال الرقصات والثقافات والمسيرات والأغاني التراثية. فنحن هلا هاي السنة تجهيزاتنا كانت للآكيتو بشكل مختلف. كان نحن عم نتضمن باحتفاليات الآكيتو لمدة 12 يوم بتستمر عنا فعاليات ثقافية، فنية، صلوات، بتتضمن عدة شغلات، بتتضمن نقل. بنركز أكثر شيء على الفئة الشبابية والفئة الصغيرة. بنعمل لهم أمسيات فنية وشعرية ومسيرات عم نطلع احتفالا برأس السنة السريانية الآشورية البابلية. كمان تجهيزاتنا كانت تجهيز الفرق من حيث الرقصات القديمة اللي كمان كانت تعتمد على النساء بشكل خاص. هون عنا كانت تتضمن أكثر شيء بيتضمن دور المرأة كان فعال عنا بالجمعية، لأنه المرأة هي الأساس كانت واللي حافظت على إيش تعلمت من أجدادها وهلا عم تعطيه للأجيال الجديدة. فهي كان لها دور فعال، مو بس دور ثانوي أو لا، هي كانت الأساسية بهذا الشيء. يعني فينا نقول لولاها ما كان في كثير فعاليات وهيك كانت تتركز هون. وكمان عم نتضمن يعني ما فينا ننسى كمان الأشخاص التانيين الموجودين كالشباب وهدول. كان ما قبل 2011 صح كان نحتفل بالآكيتو، بس احتفالاتنا كانت مقتصرة كتير، بس كنا عم نتعلم ايش هن ثقافتنا. يعني بولا يوم نحن نسينا انه عنا ثقافة. صح يمكن ما كان نقدر نعملها بشكل أوسع، بس كنا عم نتعلمها. يعني نحن هلا بنعرف نحكي سرياني كمان، هي أكثر شيء مهم عنا، إنه هي إثبات ثقافتنا ولغتنا وقوميتنا. كنا نحتفل بس بعيدا عن تحشدات كبيرة مثل ما يقول، بس هلا صاروا كلنا مع بعض عم نحتفل، عم يتضمن كذا الأشخاص كل واحد حسب إيش تنقل من تراثه وعم يقدمه. هلا كان إحنا كسريان هيك عم نقدم، بكرة الآشورية لنا شيء خاص فيه، فكل واحد حسب ثقافته. هو بيحتفل فيه كان في الربع الأول من الشهر نيسان، يعني بيحتفل فيه دائما موعده ثابت ولا 1 نيسان. كان إنه هذا يعني قدوم الربيع والتجدد والخضار والحياة كان. فبالنسبة لنا هو الآكيتو هو بيحتفل فيه دائما في الربع الأول من نيسان، وحيكون 1 نيسان. يعني كنا بس صعب علينا حاليا، نحن هلا الأعياد وقفناهن، يعني بس صارت على شغلة الصلوات تضامن مع أهلنا يلي موجودين بالداخل. بس كان نحن حتى بس بالنسبة هلا للآكيتو أحيانا نحتفل فيه، ومو من فينا كان نلغيه، بس ما حبينا نلغيه لأنه نحن هذا يوم بالسنة، وهذا اليوم هو مثل إنه شيء أساسي هو بحياتنا، لأنه عم نكون عم نجهز له من كتير أشهر تجهيزا له. نحن هلا حاليا بهذا العيد عم ننقل عن جد الصورة الصح عنا، انه نحن موجودين، مو انه نحن اشخاص ثاني ثنائيين ثلاثيين او مهمشين او اقليات على
قلت، بس نحن لا، شعب موجود وهو شعب أصيل وموجود من قديم من الزمان.